من يومين وإحنا نسمع كلمة أمنا الكويت، كبرنا وترعرعنا على هذه الكلمة، ولما كبرنا عرفنا معنى هذه الكلمة بالضبط. فكانت الكويت أم الثقافة والفن والفنون والفكر ومؤسسات المجتمع المدني والسياسة أيضا والمشاركة الشعبية. أي شيء كان ينقص دول الخليج كانت دائما تكمل الكويت. كانت كل دول الخليج تعتبر الكويت المرجعية في الرأي والحكم في الخصام والوسطية في القرار. كل شيوخ الكويت وحكامها كانوا موضوع تقدير عند كافة حكام الخليج، وكان يرجعوا لهم في أصعب القرارات. آخر مثال أزمة الخليج 2017 اللي كانت تتفكك دول الخليج، لكن في كل مرة يصير مثل كذا تكون الكويت الحصن المنيع واللي تقوم الكل بالرأي السديد وبالحكمة. لكن مخطط مر على البحرين وفشل في قطر وعمان، الآن مر على الكويت. وش اللي صاير في الكويت؟ وهل فعلا لإنقاذ البلد أو مرحلة ما تبشر بالخير أبدا؟ أنا ناصر القرني وهذا جاك العلم، حياكم الله. في كل بلدان العالم اللي تحترم نفسها في شيء بين الحاكم والشعب، شيء ينقلهم من طور الدولة البداية إلى طور التقدم والازدهار، شيء يسمى العقد بين الحاكم والمحكوم واللي تطور بعدين لين صار اسمه الدستور. وفي عدة نقاط توضح ما على الحاكم وما له وما على الشعب وما له، يرتب العلاقة بين الطرفين بالعدل دون استبداد ودون تمرد. بالمختصر بيني وبينك عقد، فلا أن تطغى على حقوقي وتستبد، ولا تنسى أنك هنا لخدمتي، ولا أنا أبالغ في الحرية وفوضى بلا رقيب. الأسبوع هذا كلنا شفنا فيديو أمير الكويت الأمير مشعل اللي خرج فيه ببعض القرارات وبعض النقاط، لكن هل كانت ضمن العقد بين الحاكم والمحكوم وضمن الدستور الكويتي؟ نيجي على كل المواد اللي تم تعليقها وليش تم تعليقها. لذلك أمرنا بالآتي: حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات. أول شيء بدأنا بتعليق المادة 51 اللي تنص على أن السلطة التشريعية تولاها الأمير ومجلس الأمة، يعني القوانين اللي كان مفترض تصدر من مجلس الأمة والأمير تم تعليق هذه المادة، والآن 4 سنوات ما يصدر القوانين إلا الأمير، يعني أي قرار راح يخرج ما يحتاج إذن البرلمان. وحمل قرار هذا بقرار آخر بتعليق المادة 65 اللي تنص على أن الأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها بعد 30 يوم من رفعه من مجلس الأمة. حلو، من هم مجلس الأمة؟ مجلس الأمة عبارة عن نواب يمثلون الشعب الكويتي، الآن صوتهم غايب والأمير وحده من يصدر القرارات دون الرجوع للشعب الكويتي. بتقول لي بعوض في المادة 71 اللي تقول إن الأمير إذا أصدر قوانين في حالة عدم انعقاد مجلس الأمة تعلق القوانين حتى يتم انعقاد مجلس الأمة والتصديق على القوانين. أقول لك للأسف تم تعليق هذه المادة، وأيضا تم تعليق المادة 79 اللي تنص عدم صدور أي قانون ما لم يصدق عليه الأمير ومجلس الأمة، بمعنى أن أغلق المشاركة الشعبية أمام أي قرار ممكن أن يصدر من الشعب أو اعتراض على قرار معين. طب هل حل مجلس الأمة نظامي؟ يقول الدستور أن في حال الأمير حل مجلس الأمة تعقد الانتخابات خلال 30 يوم. هذه المادة رقم 107، يعني بالمختصر مش بكيف الأمير أحل مجلس اليوم، أخليه بعد 4 سنوات، أخليه بعد 5 سنوات، لكن للأسف تم تجميد هذه المادة أيضا. اليوم نتكلم عن 4 سنوات بلا مجلس أمة، 4 سنوات بدون أي مشاركة شعبية، 4 سنوات بدون أي رقابة على سير عمل الحكومة. عشان كذا خرجوا بحل تسكيتي، كيف نراقب أداء الحكومة والأموال والفساد وبلا بلا. من سيحاسب الحكومة يا أستاذ بندر؟ لم تجبني. من سيحاسب الحكومة والآن لا يوجد برلمان؟ هناك أمير هو من يراقب المشهد السياسي، وفي برنامج اسمه سهل يخاطب المواطن مباشرة إلى يعني كل شكوى سينظر فيها الأمير بنفسه. هل هذا كلام واقعي؟ يعني معنى ذلك أن البرلمان لا فائدة له، ما كان له أن يقوم أصلا منذ بداية قيامه في الكويت. هذا للأسف مش مزحة، يعني تخيل نعطل جميع مؤسسات المجتمع المدني الرقابية ويصير أي تهمة فساد نرسل للأمير عبر التطبيق. هل خلصنا المواد المعلقة؟ للأسف لا، بقي المادة 174، وهذه المادة هي أهم وأخطر مادة. المادة تنص على أن أي حذف أو إضافة أو تعديل على الدستور تتطلب موافقة ثلثي مجلس الأمة والأمير. هذه المادة تم تعليقها لفتح باب اللعب بمواد الدستور، يعني ممكن بكرة النهار يصير مجلس الأمة زي مجلس الشورى عندنا يناقش بيض الحبارة أو ترتيب المصلين لأحذيتهم عند المسجد. بالمختصر قد تحدث تعديلات قص أدوات مجلس الأمة الرقابية. الآن ليش هذا التعليق وليش دخلت الكويت هذا النفق وليش كل هذه المعمعة؟ إن الجو غير السليم
الذي عاشته الكويت في السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة. ويجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون، فمن نال من المال العام دون وجه حق سوف ينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته. لن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة، لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا. كلام جميل، انتشر الفساد في جميع مفاصل الدولة، لكن هل يكون الحل هو تعليق الجهاز الرقابي الوحيد على عمل هذه الحكومة؟ الفساد وين؟ في الحكومة، في السلطة، في أجهزة الدولة. تحل مجلس الأمة ليش؟ يا سيدي بمشي معك وقل مجلس الأمة فاسد، اعلن من هم الفاسدين 1 و2 و3 وحاسبهم أمام الشعب. أما تعلق مجلس الأمة الجهاز الرقابي الوحيد على عمل الحكومة والممثل الوحيد للشعب الكويتي، يعني نفترض في خربشة في جدار بيتك، فهل الحل تنظف هذه الخربشة أو تهدم البيت كامل؟ هذا اللي سواه أمير الكويت بالضبط. بدل ما يحاسب الفاسدين للأسف أغلق مجلس الأمة. بس لحظة، أنا قد سمعت كلمة الفساد وين 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 وين. أنت صاحبنا. أنا أؤكد لك بأن لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان، لن ينجو، سواء وزير أو أمير أو أيا كان. للأسف بعد هذا الكلام بالضبط صار في ضريبة، دخلت نخب البلد إلى السجن، ركبنا قطار التطبيع، صارت تخرج الميزانيات بعجز، صرنا ندفع 300 مليون على لاعب، 200 مليون على حفلة غنائية، 100 مليون على لاعب، في نفس الوقت اللي الشعب يا الله يجد قوت يومه. هنا بديت أخاف على الشعب الكويتي، لكن مش وحدنا في الباص، في معنى الشعب المصري أيضا. الفساد مفيش مجال ليه، وأرجو إن دي تصل لينا كلنا. والله لن نسمح بجنيه ورق يتاخد، وأنا عارف الفاسدين، عارفهم كويس بأمانة المسؤولية، وهم سامعيني. اللي هيقرب من الفاسدين يحذر مني. والأسف راكب معنا أيضا في نفس الباص الشعب اليمني. الفساد الذي يشهد كل العالم بأنه أضر باقتصاد هذا البلد، بل دمر اقتصاد هذا البلد وأوصل هذا البلد إلى ما وصل إليه من بؤس ومعاناة وفقر. والشعب التونسي كان آخر الراكبين قبل ما يركبون أهل الكويت معنا. ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة وبمقدراتها، وأن يعبث بالأرواح والأموال، وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملكه الخاص. اتخذت جملة من القرارات. القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، ولا فضل لأحد على أحد، لا بثروته ولا بمكانته. كل الناس سواء أمام القانون. كلهم مكافحين فساد، وكل الدول هذه أعلنت مكافحة الفساد لما كانت هنا. بعد مكافحة الفساد صارت هنا. أقول لك ليش؟ لأن أكبر فساد هو الاستبداد وحكم الفرد المطلق ومصادرة حق المشاركة الشعبية. الفساد هو أن تعطل مؤسسات الدولة الرقابية ومؤسسات القضاء وتكون كلها في يد شخص واحد. هذا هو منجم الفساد ومنبعه. في كل بلدان العالم اللي فيها انقلاب عسكري، انقلاب أبيض، انقلاب داخل الأسرة الحاكمة أو أي شكل من أشكال انقلاب، يخرج ناس يقولون هذه عبارة عن أوضاع تصحيحية. حتى فرعون كان يخرجون ناس يقولون تراه رحيم جدا، يقتل نصف الأطفال ويبقي على نصفهم. فلا تتعجب إذا أحد أثنى على فراعنة اليوم. لكن لكل انقلاب ملامح معينة، إذا سويتها في هذا انقلاب بعدها سمى أي تسمية تبغاها، ثورة، انقلاب، سلطة بالجرجير، تميس جبن، أي شيء، سمى أي تسمية. فمثلا السيسي لما سوى الانقلاب خرج بمظهر المنقذ لهذا الوطن. إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. شفت الملاك البريء هذا اللي ما كان هاين عليه يشوف نداءات الشعب المصري وكان مضطر يسوي كذا عشان ينقذ الشعب المصري. واليوم مصر وين؟ الغلاء والفقر والفساد، الديون اللي تحتاج 100 سنة وأكثر لتسديدها، النيل المهدد من قبل إثيوبيا، بيع أصول وممتلكات الدولة، كل هذه سواها السيسي لتلبية نداء الشعب المصري اللي ما كان هاين عليه يشوفه. جاء بعد الحوثي لما شاف نداءات الشعب اليمني وقال
نحن نقلق على بلدنا لأنهم يريدون تمزيقه. هناك خطوات عملية انحرافية تستهدف هذا البلد وتستهدف استقلاله وتستهدف أمنه واستقراره. شفت كيف؟ كل اللي سواه جماعته لأجل اليمن، ما كان هاين عليه يشوف الشعب اليمني ممزق على أساس بعد دخولهم صنعاء الشعب اليمني ليس ممزق وليس جائع وليس فقير. جاء بعدها سيبويه الرؤساء قيس سعيد لإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي. قيس سعيد مختلف عن الآخرين في مخارج الحروف فقط، لكن يقرأ من نفس الورقة. أصدر قراراته، اعتقل المعارضين وحصن نفسه وانتهى. لكن ما تغير أي شيء من المؤشرات إلا ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وتناقص في الحريات السياسية وإغلاق مؤسسات المجتمع المدني. الحركة الثانية لازم تمدح الجيش والأجهزة الأمنية ولمح بهم أنك تهدد أي واحد قد يعارض رأيك، يعني اللي ما يمشي بالرضا يمشي بغيره. مما لا يترك لنا مجالا للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذا لهذا البلد وتأمينا لمصالحه العليا. ايوه بالضبط، انت كذا على نفس الطريق. الف مبروك، انت كذا منقلب، ركبتوا معنا الباص. المحطة الجاية عبارة عن قمع وضرائب وتطبيع. الاعتقالات اللي قاعد نشوفها هذه الايام والذباب الالكتروني اللي قاعد نشوفه في منصات التواصل نعرفها بالضبط. ممكن لو سألت اي واحد من الشباب في الباص يعلمك عنها بالتفصيل. لكن اخطر شيء صار في الاعلان الدستوري هو فمن دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق، ومن انتحل نسبا غير نسبه، أو من يحمل ازدواجا في الجنسية، أو وسوست له نفسه أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها واستفاد من خيرات البلاد دون حق وحرم من يستحقها من أهل الكويت. أخطر ما يمكن أن يحدث أن يأتي هذا الكلام من رئيس الدولة، تصنيف الناس إلى كويتيين أصليين وكويتيين غير أصليين. هذه ضربة في عمق السلم المجتمعي. كيف لرأس الدولة يتجرأ ويقول كذا؟ للأسف اللي قاعد يصير في الكويت شيء مخطط له. محاولات لإجهاض التجربة الكويتية، محاولات لإخبار شعوب دول الخليج شفتم هذه التجربة سيئة لا تطمحون لها، محاولات لإغلاق النافذة اللي قاعد تدخل ضوء بسيط لدول الخليج. لكن إن شاء الله ما يغيب هذا الضوء أبدا، ولا تغيب نور الحرية عن الكويت، ولا يغيب الدستور أبدا. لكن للأسف اليوم خرجوا بعض الإعلاميين يقولون شعار الدستور شعار شيطاني. ضيعنا شعار الدستور. لا هو شعار شيطاني هذا. يعني تخيل يوصل الكويت إلى هذه المكانة، واللي حمى حقوق الشعب صار شيء شيطاني. نفترض عدم وجود هذا الشيء الشيطاني، وش اللي يضمن لك كمواطن ما هو في يوم وليلة يتم التطبيع مع الاحتلال؟ ما هو في يوم وليلة يتم فرض الضرائب عليك؟ ما هو في يوم وليلة ممكن تجي مغنية وتعطى 2 مليون دينار عشان تشتم الإله والأنبياء في وسط الكويت؟ هذا هو المرعب في الموضوع. يصبح المواطن الكويتي لا يشعر أن هذا وطنه، يخاف أن يعبر عن رأيه. ممكن ينام ويقوم إلا نصف معاشه مخصوم منه، ممكن ينام ويقوم إلا عليه ضريبة، ممكن ينام ويقوم إلا لو تم التطبيع مع الاحتلال، ممكن ينام ويقوم إلا في جميع المنكرات ولا يقدر يقول أي حرف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت من كيد الفجار ومن مكر المستبدين. أنا ناصر القرني وهذا جاك العلم، وفي أمان الله.